عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية ونخروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. عارفين قصة الآبار المشققة؟ إنه في بلاد كتيرة في موسم الشتاء أمطار، بس في الصيف جاف جدا، فهم يخزنوا المية في الآبار ويغطوها علشان خاطر ما تتلوثش بالحيوانات أو أي حاجة، فبيغطوها لغاية لما يجي موسم الجفاف يفتحوا الغطا ويشربوا. بس أتار الآبار دي كانت آبار مشققة. لما رفعوا الغطا في وقت الشدة والعوزة لقوها فاضية. تعرفوا اللي بيتكل على غير الله عامل كده، انه بيتكل على آبار مشققة لا تضبط معه. عشان كده قال لك لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عندوش. تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. قد ايه حلو ان احنا نتكل على الرب. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون. خلينا أقول نظروا إليه واستناروا وجوههم لم تخجل. لكن انتظر غير الرب فإنك في النهاية أكيد سوف تخجل وتفشل. طوبى لمن إله يعقوب معينه. احنا قلنا ان اول كلمة في سفر المزامير طوبى. مزمور 32 بيقول فاكرين؟ طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. مرة تاني طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش.